اوعى تكتب قايمة، جهز على قد ما قدرتك وروح اتقدم وقول لهم يا جماعة أنا مجهز شقتي وشقتي كاملة ومش عايز منكم حاجة ومش هكتب قايمة، هدفع مهر كذا وهكتبه في قسيمة الزواج. تمام. ومفيش مؤخر طبعا طالما هدفع المهر كامل. المؤخر ده الباقي من المهر، يعني انت لو قلت هدفع مهر 100,000 جنيه ودفعت 50,000 واتبقى 50 هو ده الباقي، فده اللي هيتكتب مؤخر. تمام. الناس بقى دلوقتي بيدخلوا لي على التعليقات، احنا اتكلمنا في الموضوع ده بقالنا سنين بنتكلم، فالستات دايما تدخل في التعليقات وتعليقاتهم تعتبر موحدة. تمام. لا مفيش الكلام ده، هو ماشي موافقين بس يبقى على قد مستواها، يجهز الشقة من مجاميع ومن الإبرة للصاروخ. لا مفيش حاجة اسمها من الإبرة للصاروخ. وتدخل تقول لك على قد مستواها علشان تنقي برضه على قد ما هي، معلش ما يروحش الواحدة بيتهم كامل مكمل. تمام. ويجي يقول لها لا انا هجيب لك شقة ناقصة. يعني ايه بيتهم كامل مكمل؟ هو بيتك كامل مكمل ده مرة واحدة؟ والدك ده جاب كل حاجة دي مرة واحدة؟ ايه مفيش الكلام ده. والدك جاب كل حاجة واحدة واحدة. حتى الأجهزة اللي عندك، الأجهزة الحديثة اللي عندك، الأجهزة الحديثة عندك ما بقالهاش 50 سنة. والدك اشترى تكييف، اشترى بعده تلاجة، اشترى ديب فريزر، اشترى كل ما حاجة كانت بتطلع بيجيبها واحدة واحدة. ما جابش كل حاجة مرة واحدة. وبرضه شقتك هتبقى كده واحدة واحدة. بعد الجواز ناقصك حاجة، والله أنا محتاجة كذا، ربنا ييسر ويبقى معاه قرش هيجيب. هو نفسه هيشوف إن الشقة محتاجة تكييف هيجيب تكييف، محتاجين ديب فريزر هيجيب ديب فريزر، محتاجة كيتشن ماشين هيجيب كيتشن ماشين، محتاجة اير فراير هيجيب اير فراير. واحدة واحدة. تمام. لكن ما تجيش تقولي لي لا الشقة لازم تبقى كاملة من الإبرة للصاروخ. مفيش الكلام ده ست الكل. مفيش الكلام ده. وبرضه مفيش حاجة اسمها اختار. ما مش معقوله الراجل بعد ما فرش شقته تيجي تقول لا انا مش عاجبني الحاجات دي وتعالى غيرها، يروح باعها بنص ثمنها او يجيب لك على مزاجك بفلوس تانية. هو معهوش اصلا يعمل العمايل السوداء دي كلها. تمام. نشغل العقل يا جماعه، نشغل العقل شويه لو سمحتوا.